سنكر باب الحزن بمسمار الرضا، وكل نفسك رفيقا حين يتخلى عنك الجميع. مساء الفل وصباح الخير حسب ما هتشوفوا الفيديو. هعمل احلى طاجن بطاطس بالصدق على طريقتي، في تكات كتير قوي وفي كده حبة حاجات انا بعملها بتخلي طاجن الصدق كأنك بتاكليه عند احلى مطعم واحلى كمان. يلا بينا نعمل الطاجن معانا. انا اول حاجة بحب ان انا في طاجن البطاطس بالصدق اقطع البطاطس مكعبات، والمكعبات تكون تخينة شوية كده زي ما انتوا شايفين. طبعا قشرت البطاطس وشطفتها وببتدي ان انا اقطعها مكعبات كده، وبعد ما بقطعها لازم اسيبها في مية لحد ما اخلص باقي المكونات. التفاصيل الصغيرة دي لاي بنت صغيرة علشان خاطر عبال ما تخلصي البطاطس ما تسودش معاكي. هقطع بقى كمية البطاطس اللي عندي، وبعد كده هحتاج بصلة متوسطة، طماطمايه متوسطة، فلفل كوبي وفلفل حامي لو بتحبيه. هبتدي اقطع عندي الخضار كله مكعبات او قطع صغيرة زي ما انت كده شايفة معايا في الفيديو. طبعا حابة اقول ان احنا ده شغل واحنا بنشتغل، فاحنا مش هنقدر ابدا نوقف شغلنا لان الحياة كده كده لازم تمشي. وعشان ولو احنا قعدنا في البيت وما اشتغلناش مش هنقدر نساعد ومش هنقدر ندعم ومش هنقدر نعمل اي حاجة لو قعدنا حطينا ايدينا على خدنا. السعي لازم هنسعى ولازم هنشتغل ولازم هنكمل مسيرتنا. كل اللي في ايدينا وكل اللي احنا نقدر عليه ان احنا ندعي وان احنا نعمل كل اللي نقدر عليه بكل الوسائل اللي انا قلتها امبارح في اللايف، عشان في ناس بتهاجم هجوم شديد جدا الناس اللي بتطلع تكمل شغلها وبتقول ان الناس مش حاسة والناس في عالم تاني، واللي طالعين بيعملوا اكل واللي طالعين بياكلوا واللي طالعين بيضحكوا. انا عايزة اقول ان الحياة مش هتقف، وان احنا قلوبنا ودعواتنا كلها مع اهلنا، وان حياتنا لازم هتكمل ولازم هناكل ولازم هنشتغل ولازم هنسعى في الارض لان احنا عايشين. فطول ما احنا عايشين لازم نسعى، وعشان نسعى لازم نشتغل، وعشان نساعد لازم نقوم نقف على رجلينا عشان نقدر نساعد وندعم بكل شتى الطرق. فمحدش يهاجم اي حد طالع يعمل اعلان، طالع يعمل دعاية، طالع يشتغل، طالع يقدم محتوى، لان ده شغل وباب رزق مفتوح للجميع. اي نعم انا لسه ما فيش حاجة جايالي منه، بس هو برضو شغلي فلازم اطلع مهما كانت الظروف. فاتمنى ما تضغطوش على الناس اكتر ما الزمن ضاغط عليهم. طبعا قطعت الطماطم والفلفل والبصل قطع صغيرة، ومعايا كده نص كيلو صدق بلدي من عند الجزار. طبعا يستحسن يكون بلدي لان الصدق البلدي او الشرقي بيكون كده ريحته جميلة وطعمه حلو جدا. وببتدي ان انا اقطعه قطع صغيرة كده. طب ليه يا جادة قلتي حبة الكلام دول؟ عشان لقيت طبعا هجوم شديد جدا على السوشيال ميديا بالنسبة طبعا للشيفات والناس اللي بتطلع بتعمل اعلانات او طالعه بتطبخ، اللي هو انتوا بتعملوا اكل ومش حاسين بالناس اللي مش لاقيه تاكل. انا بعمل الاكل وبعمل شغلي لان ده شغلي. بره الكاميرا محدش عارف الاحساس والمشاعر اللي بتبقى بره الكاميرا، سواء عياط او دعاء او كده، فلازم نراعي مشاعر بعض ونحترم شغل بعض يعني مهما كان. في مكعب زبدة ومعلقتين زيت ذرة هنزل الصدق واشوحه كويس جدا زي ما انتم شايفين معايا. نطلع بقى بعيدا عن الكلام اللي انا قلته، بس كانت رسالة حابة اوجهها لان في ضغط كبير 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 قوي على الناس ومحدش بيبقى حاسس يعني. الكاميرا بتبين حاجة ومشاعرنا هتفضل طول عمرها جوه قلوبنا، محدش ابدا هيعرفها غير ربنا. فبلاش الناس اللي بتهاجم على الناس ديت يهدوا كده شوية ويفكروا بالعقل ان ده شغل، وان هم كمان اكيد بياكلوا وبيشربوا وبيشتغلوا، اكيد بيروحوا شغلهم ما قعدوش في البيت. فلازم نراعي الجزئية دي. شوحت الصدق كويس جدا كده في مكعب الزبدة ومعلقتين الزيت، وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي اللي قطعته قطع صغيرة، البصل والطماطم والفلفل شوحتهم برضو كويس جدا، وبعد كده نزلت عليهم بالبطاطس المكعبات كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين معايا. هبتدي بقى اشوح الصدق والخضار والبطاطس مع بعض واقلبهم كده تقليبة حلوة لحد ما اشم كده ريحة حلوة كده من على النار زي ما انتوا شايفين كده.
آه اتمنى بقى ايه اللي يجرب الوصفات كده يقولي ان هي بتعجبه، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. هنبتدي بقى نبهر. هنحط فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، وكمون. الصدق، صينيه طاجن البطاطس بالصدق بيحب قوي الكمون. فلفل اسمر وكمون، وحطي حبه يعني كمون حلوين كده زي معلقه كبيره كمون وفلفل اسمر طبعا. وهحط كمان 7 بهارات. جربي التفاصيل الصغيرة والبهارات الزيادة اللي انا بحطها دي بتخلي طاجن الصدق في حتة تانية خالص. يبقى حطيت فلفل اسمر وكمون و7 بهارات. هتحطي ايه كمان يا جادة؟ هحط قرفة، رشة قرفة صغيرة ورشة جنزبيل صغيرة. قرفة وجنزبيل على الصدق يا جادة جربي بس، بصوا هتاكلي احلى طاجن صدق، احلى من مطعم كمان، مش هتاكليه بره تاني. وحطيت كمان شوية بابريكا، وهحط ملح. هتملحي بقى حسب الرغبة، يعني الملح ده انا ما اقدرش اقولك الكمية بالظبط، لانه في ناس بتحب الحاجة مظبوطة، في ناس بتحبها بسلة، فحسب ما انتي ايه حابة يعني. وبعد كده هقلب بقى الكلام ده كده كويس جدا مع بعضه علشان البهارات تبتدي ان هي تخش مع الوصفة كلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الصدق ما تقطعوش قطع صغيرة خالص عشان ما يتهريش ويتحول للحمة مفرومة، يعني يبقى وسط كده. الطاجن ده بقى ايه عايز جنبه كده؟ عملت حبة بابا غنوج، حبة طحينة، حطيت كمان معلقة توم مفروم وقطعة فلفل احمر حامي حراق تقدري تستغني عنها، معلقتين صلصة كبار او باكو صلصة على بعضه زي اللي انا حطيته ده. هقلب بقى كده المكونات كده مع بعضها. طبعا لازم توم مفروم، الطاجن ده يعني ما ينفعش من غير توم مفروم، التوم هو اللي بيعلي تيست قوي الطاجن ده. وطبعا الفلفل الحامي تقدري تستغني عنه لو ولادك مش بيحبوا الحامي. هزود بقى ايه على الكلام ده ربع كوباية مية سخنة، لان صدق اصلا نزل يعني شوية كده دهون، والبصل والطماطم كده حوالي ربع كوباية بس عشان انا عايزاه يعمل زي صوص كده معايا. بسيبه بقى ايه يغلي شوية كده، وقرب بقى ما اجي انا هياخد غلوتين خلاص، قرب ما اطفي عليه بحط معلقتين سكر، علشان طبعا انا حطيت طماطم، فعشان الطماطم ما تعمل لناش حموضه والصدق اصلا بيكون تقيل، فنحط سكر علشان يمتص كل الدهون والحموضه بتاعه الطماطم. تمام. وهقلب تقلبتين كده حلوين زي ما انتوا شايفين. بعد كده خلاص هياخد غلوتين، وهبتدي قبل ما اطفي عليه هحط معلقه كزبره ناشفه. طب ليه ما حطيتهاش في الاول يا جاده؟ لان مش عايزه ريحتها تختفي، عايزاها تفضل ايه ريحتها قويه، فبحب احطها قبل ما ايه ما اطفي على الطاسه بتاعتي. يا دوبك كده بقلب تقلبتين وخلاص، بتاخد غلوتين وبطفي عليها عشان ابتدي ان انا احطها على الطاجن كده خلاص. انا مش عايزه اكتر من كده، يعني مش بسيبها تستوي، يعني حوالي بس 3/4 سوا، لان هي هتكمل سواها في الطاجن. هنا خلاص ده القوام اللي انا كنت عايزاه. هبتدي بقى ان انا انزله في الطاجن بتاعي. طاجن بقى فخار، ما عندكيش طاجن هتحطيه في اي صينيه عندك وتدخليه الفرن. طبعا بدخل الطاجن ده على الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة 180. لو نوع البطاطس بيتأخر في السوى هتغطي الطاجن بورق ألمونيوم لمدة 10 دقايق، وبعد كده تشيلي ورق الألمونيوم وتكملي سواه في الفرن لحد ما لونه يحمر. طب لونه ما احمرش هنولع الشواية برضو 5 دقايق لحد ما ياخد لون معانا. هنا الصدق اخد معايا حوالي ربع ساعة وطلع بالشكل وبالجمال وباللون الخطير ده. الريحة ما اقدرش اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي. اتمنى الوصفة تعجبكم واتمنى تجربوها، وما تنسوش تسيبولي كومنت حلو زيكم، ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش دعوة جميلة لاهل فلسطين ان ربنا يفرج كربهم وهمهم وينصرهم على كل حد ظلمهم ان شاء الله. ودي كانت وصفة النهاردة. اتمنى بقى ايه كومنتات كده ولايكات كتير علشان تفرحوني، واتمنى اي حد يجربها يبعت لي صورة الوصفة على ماسنجر وان شاء الله اجمع الصور واوريها لكم في فيديو. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.